شقة واحدة بغير استئذانه لا يجوز إلا بطيب نفس منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لما رفع بصره إلى السماء قال اللهم هل بلغت؟ كأنه يقول يا رب أنت أمرتني بهذا البلاغ، وأنت يا رب سميع بصير ترانا وتسمعنا، أحاطك سمعك وعلمك وبصرك بكل شيء، اللهم هل بلغت؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ووالله ما أتيت الأمة اليوم إلا لما حرش الشيطان بينهم وبدأت الأمة يقاتل بعضها بعضا. قال ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من قد سمعه. يا أيها الناس إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فيسر صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. هذا جانب من خطبته صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم العظيم. أسأل الله تعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا شفاعته ويجمعنا به في جنته. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نستقبل خلال الأيام القادمة أياما مباركة، منها يوم عرفة وهو يوم الاثنين القادم بإذن الله. هذا اليوم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم يوم عرفة أفضل من يوم النحر يوم العيد، وأفضل من يوم عاشوراء، وأفضل من أيام رمضان، وأفضل من أيام 9 ذي الحجة كلها أو 10 ذي الحجة. يوم عرفة خير يوم طلعت فيه الشمس. وقال عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة. ولذلك يسن الدعاء أيها الإخوة الكرام، الإكثار من الدعاء في يوم عرفة، ليس للحاج فقط، وإن كان الحاج اجتمع له شرف الزمان وشرف المكان فدعاؤه أفضل، لكن غير الحاج إن فاته شرف المكان أنه ليس في عرفة مع الناس فله شرف الزمان، وهو أنه في يوم مبارك، مثل الذي يدعو في ثلث الليل الأخير. فالذي يدعو مثلا وهو في الحرم بين يدي الكعبة بلا شك أنه أفضل من الذي يدعو في الثلث الأخير في غيره من الأماكن، فإن الأول حصل شرف الزمان وشرف المكان، لكن الآخر حصل شرف الزمان وحسبك به فضيلة أيضا. فيسن الإكثار في يوم عرفة من الدعاء، وهذا لغير الحاج، فما بالك بالحاج؟ فحتى لو لم تكن حاجا أيها المسلم أكثر من الدعاء في يوم عرفة. أكثر في يوم عرفة من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أكثر فيه من التكبير سواء في دبر الصلوات أو في غيرها على الصحيح. وصيام يوم عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحتسب على الله تعالى أن يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة. فصم أيضا يوم عرفة، وإن صمت يوما قبله فلا بأس، لكن صم يوم عرفة تأكيدا على فضله عند الله تعالى. وإن تيسر في يوم عرفة أن تكثر من العبادة لأنه خير يوم. صل الضحى في يوم عرفة، احرص عليها، احرص على تلاوة القرآن، احرص إذا صليت الفجر في المسجد أن تجلس إلى أن تشرق الشمس
ليكون لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا كله أيها الإخوة الكرام من استثمار يوم عرفة. وبعد يوم عرفة يوم العيد، وله أحكام لعلنا نؤجل بعض أحكامه في خطبة العيد، لكن هناك بعض الأحكام لا بد أن تذكر قبل العيد. من ذلك أنه ينبغي أن يخرج المرء إلى صلاة العيد بأهله جميعا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الجميع أن يخرجوا لصلاة العيد، النساء والأطفال والعواتق التي لم يتزوجن من الفتيات، حتى النساء الحيض التي ليس عليها صلاة يأمرها بالخروج لصلاة العيد. هي لن تصلي معهم، لكن تجلس تعتزل المصلى، تسمع الخطبة وترى فرحة الناس وتشهد دعوة المسلمين. فيوم العيد يوم مشهود ينبغي المرء أن يحرص عليه. ويسن أيها الإخوة في يوم العيد ألا يخرج، ألا يأكل شيئا حتى يرجع من صلاة العيد. فإن كان له أضحية كان أول ما يأكل من أضحيته، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. هذا في يوم عيد الأضحى، ألا أن تخرج من غير إفطار، لا تأكل شيئا. ثم إذا رجعت من صلاة العيد إن كان لك أضحية ونحرتها فأكل كل من أضحيتك، فصل لربك وانحر، صل العيد ثم انحر أضحيتك. وإن لم يكن له أضحية أكل ما تيسر بعد صلاة العيد. وإن أكل قبل صلاة العيد فهو جائز، لكن كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل شيئا قبل أن يصلي العيد. ويسن الإكثار من التكبير خلال يوم العيد وما بعده إلى آخر أيام التشريق. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم من بين يديهم ومن خلفهم، اللهم احفظهم عن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم يسر لهم أداء نسكهم يا رب العالمين. اللهم واجزي خير الجزاء من قام عليهم برعايتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا ولي عهده لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما للبر والتقوى وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.